الفروسية المصرية في خطر. أريسونا. قالوا زمان دنيا دنيا غرورة، وقلنا واللي تغره يخسر مصيره. قالوا الشيطان قادر وله 1000 صورة، قلنا ما يقدر علي خيره لغيره. أهلا بيكم في حلقة جديدة من كشف الحساب. والنهاردة هنتكلم عن الفروسية المصرية والتاريخ الأولمبي القصير في الفترة الأخيرة. طبعا مصر ما كانتش تأهلت بفريق الأولمبياد منذ عام 1960، وكان عندنا فريق أياميها يعني من عمالقة الفروسية، اللواء جمال حارس الله يرحمه، واللواء محمد سليم زكي رحمة الله عليه، وكان اللواء عمر الحضري رحمة الله عليه، واللواء علوي راسي. قعدت مصر من سنة 60 لم تؤهل بفريق للأولمبياد لغاية الأولمبياد بتاعة طوكيو الماضية، وحقق الفريق المصري فيها إنجاز رائع إن هو تأهل بفريق الأحلام أنا بسميه، اللي هو كان مكون من الفرسان العظام سامح الدهان وعبد القادر سعيد ونائل نصار ومودة زيادة. فالمهم تأهل الفريق المصري واتخذت النتيجة، كان أحسن 3 نتائج من الأربعة، نائل نصار وعبد القادر سعيد وسامح الدهان، وانضم معاهم زميلهم مودة زيادة كأصغر فارس فيهم، لأن الأربعة بيتأهلوا بغض النظر إن 3 هم اللي بيعملوا أحسن نتيجة. والدولة الحقيقة رصدت للفروسية مبلغ ضخم جدا لم نعهده من قبل للإعداد لدورة طوكيو. المبلغ ده كان 23 مليون جنيه. كانت أكتر حاجة رصدها الوزارة والدولة 49 مليون لكرة القدم، وجاء بعد كرة القدم على طول الفروسية. الحقيقة حصل يعني كلام كتير جدا وآراء متضاربة، المبلغ ده راح لمين وراح فين، لأن يعني الفرسان قدمت جوابات بعد كده إن هي لم تتلقى أي من هذه المبالغ للإعداد لدورة طوكيو. وبعدين اتقال إن يعني المبلغ كله راح من قبل رئيس الاتحاد لفارس واحد، كلنا عارفينه، يعني مفيش داعي بقى أذكر الأسماء، يعني كل الناس عارفة الحقيقة. وحتى اللاعبين كل واحد فيهم طلع جواب ان هو ما استلمش فلوس. يعني جت الدوره، كان في مشكله عند السيد رئيس اتحاد الفروسيه ان كان في اسماء لامعه في عالم الفروسيه، منهم ال3 الرئيسيين اللي تاهلوا كاحسن نتائج، نائل وسامح وعبد القادر، وكان في الفارس كريم الزغبي كمان. تم استبعاد كريم الزغبي من أولها. المفروض طبعا النقطة المهمة إن دايما بيكون فيه مدير فني لاتحاد الفروسية. فالسيد رئيس الاتحاد الفروسية عين نفسه هو المدير الفني، وهو اللي يختار الفريق، وهو اللي يتكلم في الفنيات، وهو اللي اختار كل حاجة. فمبدئيا كده بادئ ذي بدء، هو كان عنده يعني هدف معين، في 2 فرسان معينين هو عايزهم يشتركوا، وهيبقى اشتراكهم صعب بوجود هذا يعني الجمع الغفير من الفرسان، يعني مش عارف اقول ايه، من احسن فرسان العالم موجودين في مصر. فهو حط الهدف بتاعه ان 2 فرسان معينين لازم يشتركوا، فلازم يتخلص من 2 أو 3 من الاساسيين. استبعد كريم الزغبي من اولها، وبعدين جاء الدور على سامح الدهان،
ادعى بقى ان الفرس اللي معاه فرس صغيره ما عندهاش خبره، ما تقدرش تشترك، مش عارف ايه. المهم استبعده هو كمان في الاخر، مع ان سامح بعديها باسبوع كسب بنفس الفرس اللي هو قال عليها صغيره وما عندهاش خبره دي بطوله من اكبر البطولات الموجوده في العالم، بطوله باريس. وكان يعني منظر وحش جدا ان المذيع الفرنساوي بيساله انت ازاي مش رايح الاولمبياد مع بلدك؟ فقال له مش عارف يرد يعني. كان فاضل بقى عبد القادر الضحيه الاخيره. نزل عبد القادر الفردي قبل اليوم الاول من الاشتراك في الفردي. تم ممارسه تنمر غير طبيعي عليه من قبل رئيس الاتحاد ومن قبل فارسه المدلل، ويعني اللي وصلنا بقى ان هو يعني شبه اتشتم ويعني وحاجات. نزل عبد القادر اول يوم في البطوله الفردي مش شايف قدامه. يعني انا شفت اوحش اداء لعبد القادر في تاريخه. كان واضح جدا ان هو تحت ضغط عصبي غير طبيعي. فطبعا ما صدقوا وقالوا لا انت ما عملتش كويس في الفردي، والنهارده احنا هننقي الفريق، انت بره الفريق. فهو كده حقق مراده، بالرغم ان كان في احد الفرسان اللي هو كان مصر على اشراكهم كان عنده من ايام التاهل للمغرب للاولمبياد، ايام البطوله في المغرب اللي قبلها بعام كامل، عينه ايجابيه، وكان يعلم السيد رئيس الاتحاد انه بمشاركته سوف تتم استبعاد نتيجه الفروسيه بالكامل، ومع ذلك اصر على اشراكه واشترك الفريق. ويعني عملوا اداء ما اقدرش اقول عليه سيء، ولكن هم بياخدوا في تاني راوند او تاني دوره احسن 10 دول. مصر كانت ترتيبها ال 11 فما اتخدتش. ثم فوجئنا بعد كده ان نتيجه اشراك والاصرار على اشراك اللاعب صاحب العينه الايجابيه في المنشطات اتلغت نتيجه الفريق المصري بالكامل. طبعا عبد القادر وسامح اصابهم واصابنا جميعا يعني، وكريم الزغبي كمان يعني احباط غير طبيعي. اضطر عبد القادر وسامح اللجوء للسيد وزير الشباب والرياضه، ما وقفش معاهم خالص، وعدهم ان هو هيعمل ما عملش حاجه خالص. اضطروا يلجأوا لدول اخرى يمثلوها في الاولمبياد في بطولات العالم والبطولات الدوليه القادمه يعني. طبعا ما يقدروش يشتركوا في اي بطولات عالم وبطولات اولمبيه قبل ما يمضي على سنتين على تركهم للفريق المصري. فهم يعني خلاص قربوا على السنتين، بس لسه مش هيلحقوا برضو الاولمبيات الجايه دي اللي هي بتاعه باريس. فلجأ عبد القادر لبلجيكا ولجأ سامح لانجلترا اللي رحبوا بيهم جدا طبعا. ودي كانت قصه الاولمبياد بتاعه طوكيو. طبعا لم تتم مراجعه رئيس الاتحاد من قبل اي جهه رقابيه ولا الدوله، ولا حصل كده ليه، مفيش اي حاجه حصلت. وبعدين جاء الدور على محاوله التاهل لاولمبياد باريس. اولمبياد باريس كان التاهل ليها في الدوحه. طبعا فوجئنا بالسيد رئيس الاتحاد لاول مره يجيب مدرب محترم فتره طبعا قصيره جدا قبل الاولمبياد. يعني الراجل مش هيلحق يعمل حاجه، وما عندهوش كم يختار منه. يعني هو خلاص يعني دلوقتي ما بقاش فيه في مصر، ما هو يعني تخلص من نص الفريق. فاضطروا مرة أخرى الاستعانة بكريم الزغبي، وجابوا أجروا حصان أو أجر حصان أحد الفرسان المصريين من عند بطل العالم. وكان فاضل 2 تانيين اللي هم مودة زيادة وبعد كده نائل نصار المقيم بأمريكا. طبعا المدرب جاء ما فيش قدامه غير دول، ما عندوش مثلا 6 يختار منهم 4 ولا 10 يختار منهم 3، يعني هم ال4 اللي موجودين بالعافية يعني. فالحمد لله جابهم. وطبعا فترة إعداد قصيرة، يعني يا راجل جاي يعني بالبلدي كده يعمل وظيفة قصيرة جدا وهيمشي. أنا شايف إن الحمد لله المنافسة كانت يعني
مش بهذه القوة، لأن كان الفريق السعودي فريق قوي، فريق الإماراتي فريق قوي في نفس قوة الفريق المصري تقريبا اللي موجود. حصل إن الفريق القطري استبعد، فما شاركش في الدورة الثانية، فبقت حصلت المنافسة بين 4 دول اللي هي المغرب، مصر، السعودية، الإمارات. المغرب الحقيقة ما كانوش موفقين خالص وعملوا عدد كبير جدا من الأخطاء، وكان فارسنا اللي هو ترك المرة اللي قبلها في طوكيو كريم الزربي كان هو الستار بتاع الفريق. عمل دورتين مميزين جدا، الدورة الأولى 4 أخطاء، الدورة الثانية 4 أخطاء. والفارس محمد طارق طلعت بالحصان المستأجر عمل أول دورة 9 أخطاء، وتاني دورة 5 أخطاء. ومودة زيادة عمل أول دورة بدون أخطاء، وكانت أحسن نتيجة في الفريق في الدورة الأولى، وأسوأ نتيجة في الفريق في الدورة الثانية عمل 16 خطأ. ونائل نصار الحقيقة أنا يعني ما عنديش فكرة، هو عنده 4 أو 5 خيول ممتازين، أنا ما أعتقدش إن هو اختار أفضلهم لهذه البطولة، فجاب فرس أنا يعني ما كنتش شفتها قبل كده الحقيقة، وما وفقش بيها خالص يعني، وعمل أول راوند 20 خطأ، وتاني راوند عمل 12 خطأ. ففاز الفريق السعودي بالمركز الأول، وفاز الفريق الإماراتي بالمركز الثاني، بنبارك لهم. وطلعت مصر خالية الوفاض من تصفيات الفرق، ولن تشترك بفريق تاني في الأولمبياد. أنا يعني السؤال اللي عندي هنا، لما احنا دلوقتي تخلصنا من أفضل اللاعبين بتوعنا، وما عندناش صف تاني ولا خطة لإعداد صف تاني، ومدرب بيجي بالقطعة، وحصلت الفضيحة بتاعت طوكيو دي المرة اللي فاتت واتلغت نتيجة الفريق، ودلوقتي لم نؤهل. يعني أنا بس كل اللي عايز أقوله دلوقتي في كلمتين مختصرين، وأرجو أن الكلمتين دول يوصلوا للسادة المسؤولين: الفروسية المصرية في خطر، أريسونا. شكرا لكم.